العلماء قال لك ما فيش مانع في الافراح اننا نؤنس بالغنى، والنبي امر به. وفي الاعياد مش قال لابو بكر هذا يوم عيد، نحن في يوم عيد، وقال لهم ابعثوا للمش عارف ليه مغنيات تغنيهم. طيب وايه كمان؟ قام قال لك كذلك الاعمال الشاقه بيقعدوا ينشدوا، ولذلك تلاقي كل جماعه بيعملوا اعمال شاقه نشيد ده بيعمل يطربوا انفسهم فيلهيهم عن متاعب العمل. قال لك طيب المرأة اللي عمالة تهني ولدها وتغني له لو انكحنا بابها جارية خدابها مكرمة محدة تجب أهل الكعبة مثلا. الله، اللي بيعمل نشيد عشان يديك حماس في الحرب ومش عارف ايه والى اخره، مقبول ولا مش مقبول؟ دي يبقى ده مقبول. إذا كل شيء له غرض نبيل نيجي نقول له. الغناء بس مش هو اللي وحش، النص من غير غناء إن أهاج غرائزا يبقى حرام. ليه؟ قال لك لأن الله يعلم أن طبيعة الغرائز في الإنسان اسمها غريزة لها عمل في ذاتك وتفاعل من غير أي حاجة، فما تهيجش الغريزة بغير طاقة الغريزة، خلي الغريزة كده ما تهيجهاش. إذا فما تقولش بس الغناء، قول النص نفسه من غير غناء إن أهاج غرائز الناس يبقى باطل، يتشبب بالمش عارف ايه الواحده ويصف جمالها ووسطها وشعرها وعينيها ومش عارف ايه وبتاع ويقعد يتكلم عنها مما يريد حتى من غير غناء. فاذا ما غني بتكسر برضه يزداد، يبقى مره يبقى النص نفسه محرم، ومره يبقى تلحينه المبني على التكسر والبتاع محرم، والاداء نفسه مبني لانه يستعمل غير الصوت اشياء اخرى، يروح مهزوز بقى من تحت ومن فوق ويعمل بقى الحركه. الله، معجنه هي ولا ايه؟ الحكايه بتاعتكم. يبقى اذا لازم الانسان المؤمن هيوضع الحد النص المهيج الذي يخرج الانسان عن وقاره وعن رزانته محرم، النص نفسه. فاذا اضيف للنص لحن متكسر يبقى محرم مرتين. إذا أريد له أداء مهيج بحيث يستعمل في شيء غير الصوت، بحيث تستعمل الأيادي والعينين والمش عارف إيه والوسط والبتاع والحاجات اللي دي تبقى بقت إيه؟ يبقى إذن أنت الحكم في كل ذلك. النص إن أهاج وأخرج عن الوقار، إلا ما بتشوفش ناس في الخارج محترمين ومراكز كويسة قالوا يقعد يسمع مثلا واحدة بتغني يروح ماسك لها لوحده. بالله مش هو ده اللي بيحصل؟ خرج عن وقاري ولا ما خرج؟ خرج عن وقاري. مفهوم ولا لا؟